السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم فيديو جديد. هذا اليوم الصبح بلشنا بعد ما أفطرنا ننظف غرفة القعدة. بلشت أختي تكنس في سجادة غرفة القعدة عشان ننتقل لغرفة الضيوف. اليوم بدنا نعزلها عشان نفرد السجادة، خصوصا يوم السبت وجاي المي، حتى نستغل انه المي جاي. مثل ما شايفين بلشنا نشيل القرن، اذا في حرام على الكنباي، اذا في هدول بنحطهم على ايدين الكنباي ما يتوسخوا، شلناهم حتى انه نغسلهم وان شاء الله نرجعهم. كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنونا عنكم، كيف صحتكم؟ شكرا لكل حدا اشترك، شكرا لكل حدا عمل شير القناة، شكرا للمشتركين القدامى. الله يسعدكم ويبارك فيكم ونولكم الجنة، واتمنى قريبا اني اوصل 1000 مشارك حتى استمر واليوتيوب يثبت لي القناة. لا تنسوا ذكر الله والصلاة على النبي. مثل ما شايفين هون زحنا الكنبيات حتى ننظف الشبابيك. طبعا هذا الشباك اللي بالوجه بيجي على جنبنا على منطقة في كراج رشيناه بالبربيش من برا، والتاني بيجي على البرندة. لا تنسوا الدعاء لأهلنا في غزة وفلسطين عامة، الله يا ربي ينصرهم ويكون يا رب معهم. مين بحب يعزل الغرفة قبل ما يحط السجاد وبيعمل هذا الروتين؟ خبروني يا حبيباتي في التعليقات. مثل ما شايفين هذا الشباك اللي بيطل على البرندة كمان رشيناه. هون في صبية طلبت اني اعملها ششبرك، وهي هون حطيت بس كاستين طحين ورشة ملح ومي باردة فقط حتى نعمل عجين العويص، حتى انه نعمل منه الششبرك. انا على قد ما بقدر، اي حدا بطلب مني شيء بقدر اعمله ان شاء الله، ما بقصر بعمله. في كمان صبية طلبت ليال لبنان، ان شاء الله قريبا رح اعملها بطريقة كتير سهلة. مثل ما شايفين بنحط المي ونتأكد انه نعجنها منيح ونتركها قد ما فينا ترتاح على جنب. فخلصنا شغل وجيت بالفعل وبلشت اني اعمل الششبرك. قولولي بتحبوا الششبرك زاكي في هالاجواء. مثل ما شايفين هيني قطعتها قطعتين حتى اريحها وافردها حتى نعمل الششبرك. مثل ما حكيت لكم فقط طحين وملح ومي باردة، ما في داعي لا تكون دافية ولا تكون فاترة. مثل ما شايفين نرجع لروتين التنظيف. هون اختي بلشت تشطف في الصالون حتى نرجع الكنبيات. شايفين كيف الصالون معجوق. بس شو بدنا نعمل؟ التعزيل عفوا بعجل. خلينا نرجع للششبرك. مثل ما هون شايفين، هون طبعا كنت فارمة بصلتين ناعم بحطهم على الزيت وبس يتدبلوا اكيد بضيف لهم اللحمة المفرومة. في ناس بحبها عجل، في ناس بحبها خروف، احنا بنحبها عجل. في ناس بحبها ناعمة، في ناس بحبها خشنة. انا بحبها خشنة، جبتها خشنة ما جبتها ناعمة. مثل ما شايفين ضفت هون اللحمة حتى نعملها عملية التعصيج. بعد ما اتأكد انه اللحمة نشفت ونزلت كل ميتها، اكيد بحط البهار اللي انا بضيفه. ضفت فقط فلفل اسود وشوية بهار مشكل وملح. وكان عندي صنوبر زمان بالثلاجة، قلت خليني اقليهم واحطهم على اللحمات. طبعا الصنوبر اشي مش اساسي بالششبرك، بس لانه كان عندي من زمان فقلت خليني استغله واحطه على الششبرك. طبعا انا بس تنشف اللحمة بحب احطها بمصفاي حتى تنزل. اذا في زيت زيادة بتقدروا كمان ما تصفوها. هذا اشي برجع لكم دايما بحكي لكم انه الاكل اذواق، وكل واحد بيختلف طريقته عن التاني بعمل الاكل. ما في داعي انه نكون كلنا بنعمل نفس الطريقة. مثل ما شايفين حطيت المصفاي بالصحن ودرت فيها اللحمة وبتركها على جنب تبرد حتى لما احطها بالعجين العجين ما تخرب. لما انه اذا اللحمة كانت سخنة العجينة بتخرب.
هون بلش بمد العجينة الأولى، تقريبا بمدها 1 ل 2 سنتي، وجبت كاسة شاي حتى إنه أعمل دواوير، حتى إنه نكون منهم حبات الششبرك. انتوا بتحبوهم قد ما في ناس ما بحبوهم رقيقة العجينة، أنا بحبها بين 1 سنتي و2 سنتي فقط، بحسها أذكى، بيطلع الششبرك أذكى ما يكون العجينة خميلة. بنرقها قد ما فينا طبعا، وشايفين عشان العجينة مرتاحة كيف رقت على طول، على طول معنا ما غلبتنا بالرق. بنجيب هون الكاسة بنبلش نعمل دواوير صغيرة حتى نبلش انه نحشي الششبرك. طبعا في ناس بحبوا يعملوه هلال، في ناس بحبوا يلفوه، يعني في ناس بحب يجيب ماكينة الششبرك هذه اللي طالعة جديد، مش غلط، بتريح، بس انا بحب دايما بقول الاشي صنع الايد يا سبحان الله دايما في البركة والاحلى، صدقوني. زي ما حكيت لكم، بذكركم انه في اخت طلبت هي عملنا لك الششبرك، وان شاء الله تكوني استفدتي واستفدتوا من طريقتي. هون بلشنا انه نحشي حبات العجين باللحمة ونلفها حتى نعمل منها أدان الشايب أو الششبرك مثل ما بتسموه. هذا العجين طبعا الزايد رح تشوفوا كمان شوي، رح ألمه حتى إنه أعمل منه كمان قطع ششبرك، بس يرتاح برجع بفرده وبعمل منه كمان قطع انه نعمل منه ششبرك. بس انا اليوم زاد معي عجين لانه انا ما عملت كمية كبيرة، بس حبيت حتى افرجي الاخت اللي زاد عملت منه. هسه رح تشوفوا بالفيديوهات الجاي، رح تشوفوا ايش عملت منه. هي رجعت بلشت ارق العجينة الثانية. اليوم شوي حبيت اطول الفيديو، قلت دائما بتقولوا الفيديوهات قصيرة، اليوم حبينا انه نزيد الفيديو. الله يسعدكم جميعا، يبارك فيكم. شكرا لكل اخت واخ بكتب كلمة حلوة بحقي، شكرا لكل حدا بيعمل شير للقناة وبيشترك، كان من الاردن من خارج الاردن. شكرا بالضيوف الجداد والقدام لتواجدهم بقناتي، انا بتشرف فيكم واحد واحد، وبتمنى مثل ما حكيت لكم اوصل لل1000 مشترك حتى انه اليوتيوب يثبت لي القناة واضل مستمرة واصور لكم روتينات. الله يسعدكم جميعا. شايفين كيف لميت هالعجينة وكورتها، رجعت كمان مرة وبحطها على جنب، وبس ترتاح برجع بفردها. هون الششبرك بعد ما خلصته شايفين كيف كله لفيته، وهدولك قطع العجين اللي ضلت، اللي حكيت لكم العجينة زايدة قطعتها كور صغيرة وتركتها على جنب حتى ايش نعمل منها، رح نعمل منها خبز بالقلاية. شايفين لازم كل شيء نعمل له تدوير، يعني لو عجين زاد هذه نعمة لازم نستفيد منها بأي طريقة، حتى لو ما كنت اجت فكرة اعمل خبز منه بحطه بالفريزر ما في مشكلة. هون حطيت شي 1.2 جرام لبن، وحطيت معلقتين نشا، وبحط بودرة مرق دجاج حتى انه نسنه على الغاز حتى نسقط فيه حبات الششبرك، وضفت عليه كمان شوية مية. بشوف هاي الطريقة صراحة أول مرة بعملها إني بضيف المية، أنا دايما لا بسن اللبن، وبعد ما يسن اللبن ويغلى بحط حبات الششبرك وبزيده مي قد ما بدي. بس هالمرة شفت في شفات وفي أخوات على اليوتيوب بيعملوا هاي الطريقة، بس صراحة أنا حبيت الطريقة اللي بعملها أفضل، إنه أسن اللبن بالأول. أنا ما بحب الصراحة، صدقوني إنه أسن اللبن، بعد ما أسنه أحط الششبرك بضيف له مية مغلية قد ما بدي. هون بلشنا بسن اللبن، ما بنترك ايدنا من اللبن يا خواتي حتى ما يفرط. اذا تركنا ايدنا وشلناها من اللبن بفرط، فبنضلنا نحرك ونستمر في
التحريك حتى انه يغلى. مثل ما شايفين بلش يغلى، ببلش اسقط حبات الششبرك، وكل شوي طبعا لانه انا نسيت احط الحامل، فهون وقفت التصوير وحركت الحبات حتى ما يلزقوا ببعضهم. ان شاء الله يا رب الاخت اللي طلبت الششبرك وانتم تستفيدوا من هالوصفه اللي انا عملتها. والطنجره اللي جنبها اكيد كنت معلقه على الرز، عملنا جنبها رز. في ناس بحبوا جنبها رز، احنا بنحب جنبها رز. هلا هون نرجع للقطع اللي قطعتها صغيره اللي فرجيتكم اياها اللي بقيت من ورا العجين. بفردها شي 1 برضه و2 سنتي، وبحطهم يرتاحوا، وبحمي مقلاي على الغاز وببلش اعمل فيهم خبز. حبيت اشارككم كمان هاي الطريقة حتى تشوفوا انه حتى هاي العجينة بتزبط انه نعمل منها خبز. صدقوني في شغلات انه بنقدر ندورها ونعمل منها، يعني هاي عملنا منها ششبرك وعملنا منها خبز، صدقوا بنعمل منها كمان رقاق وعدس. يعني العجين العويص بزبط لكتير شغلات. برضو هاي القطعة الثانية بفردها وبريحهم وبخليهم شوي يرتاحوا، وبعدين بحمي مقلاية على الغاز حتى انه نبلش نخبز بالخبز. طبعا انا ما صورت لكم شكل الششبرك النهائي لانه اجاني مشوار واضطريت اطلع من البيت. هي بلش الششبرك شايفين بس بلش يطلع فوق على السطح، هذا دليل انه بلش العجين يستوي. شايفين الخبزة هي الرغيف قدامكم بلش يعبي هواء وينفخ حتى هذه كيف نعرف الخبز انه ناجح؟ اذا بلش عمل هواء جواته، هذا دليل انه زبط وارتاح وكانت حرارة الغاز مناسبة. لازم انه نتأكد انه حرارة المقلاي مناسبة حتى انه الخبز ينفخ، حتى انه ما يضل في الخبز جوا ملزق يصير بينه فراغات. هاي رغيفين الخبز عملت شي 4 ترغفة من العجين اللي بقي معنا. هون بدي اعمل تقلاية للششبرك، فعملت طبعا استعنت بالثوم اللي عندي بالفريزر وفرمت شوية نعناع اخضر، احنا بنحب عليه نعناع اخضر، زاكي جربوه توم ونعناع اخضر، وعملت له الطشة وتغدينا والحمد لله رب العالمين. زي ما حكيت لكم انا ما صورت الشكل النهائي للطبق لانه اجاني مشوار واضطريت انه اطلع، بس ما حبيت الا اكمل لاخر لحظة. عملت الطشة وخلصت الخبزات وبعدين طلعت مشواري. لا تنسوني بالشير واللايك، ولا تنسوا انكم دايما تكتبوا لي تعليقاتكم لاني بحب اقراها، بتعطوني طاقة ايجابية لابعد الحدود. دايما بقول الله يبارك فيكم وينولنا وينولكم الجنة، امين يا رب العالمين. هاي بحط الششبرك حتى اني اعمل الطشة، وهي طشينا النعناع والتومة. بشوفكم فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.